السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من دندرة، وتحديدا من جزيرة دندرة. جزيرة دندرة هي تابعة لدندرة يفصلها نهر النيل، وهي تعتبر من القرى النادر في محافظة قنا اللي هي لها تبعية في الجانب الغربي بالنسبة للنيل. لقاءنا النهاردة مع واحد من أبرز لاعبي التحطيب في محافظة قنا، وهو لسه راجع امبارح من مهرجان الأقصر للتحطيب في دورته الثامنة. اللقاء الآن مع اللاعب المهاري، اللاعب الكبير، الأستاذ سيد فؤاد محمود الشيخ. أهلا ومرحبا بك يا سيد. اهلا بيك يا سيدي. أستاذ سيد، أنت شاركت كم مرة في مهرجان الأقصر؟ شاركت من اول من 94 للان. يعني 8 دورات. 8 دورات. 8 دورات وأنت تشارك في مهرجان الأقصر. كنت اشارك، الاول كنت اشارك كلاعب، لان كان عمي عمي ابو النجاه كان هو رئيس الحكام. يا كرئيس الحكام. ايوه، وانا كنت لاعب. يعني فخر الدندرة ان رئيس الحكام في مهرجان الاقصر الدولي من دندرة. نعم. طيب انا شايف في ايدك شهادات تقدير. هي شهادات تقدير على كل سنين المهرجان. كل سنين المهرجان. وفي ميداليه ذهبيه برضه. أيوة. اخذتها لما كانت تصفية محافظات. يا دي سنة كام تقريبا؟ هي 94. 94 ما كان في ضرب يعني وكذا. ايوه. ودي شهادات التقدير. دي شهادات التقدير لسنوات سنوات المهرجان. دي 2011 والباقي سنوات استاذ سيد، بالنسبه للعبه التحطيب يعني منتشرت حاليا في دندره في الافراح، بدري ما كانتش تنتشر في الافراح. لا، هي كانت قاصره على الموالد يعني. ايوه. بالنسبه لدندره كان مولد سيدي عارف. ايوه. ومولدين عند الدندراوي، الاحتلال بالمولد النبوي والاسراء والمعراج والسيد عبد الرحيم. ايوه. وكنا نروح برضي جدنا بتاع سوهاج. ايوه. ولو دعونا في اي مولد في اي بلد كنا نلبي الدعوه يعني. مهاره اللاعب استاذ سيد تعتمد عليه لاعب التحطيب بالذات؟ تعتمد على الصنعه والقوه. يعني ازاي كده؟ اقول للساده المشاهدين يعني انا مثلا دلوقتي 71. ايوه. لما كنت في الشباب العب غير دلوقتي. دلوقتي الرجال بقت يعني ربنا يديك الصحة. ربنا يديك الصحة. يعني القوة تسند الصنعة، والصنعة تسند القوة. جميل خالص. منفردين ما ينفعوش، لا الصنعة تنفع بالقوة ولا القوة تنفع بالصنعة. لكن دندرة السيد متميزة في لعبة التحطيب. نعم. نعم، كان يعني فيها قمم كبيرة زمان. قبل احنا ما نطلع. زي مثلا الحاج ابو النجاه، وزي محمود هاشم، وزي الامير حبشي. وزي واحد اسمه كان نور دشناوي. جميل. وزي واحد اسمه مصطفى ابراهيم. جميل. الناس قراع تقريبا. على ما اتذكر. كانوا الناس دول يعني قمم في دندره. ما هو انا يعني من خلال دراستي للتحطيب ان هي تعتبر على مستوى المحافظه اللي فيها نخبه كبيره من اللاعبين. نعم. حاليا فيها نخبه كبيره. فيها نخبه كبيره. والدلوك يعني في اقبل عليها الشباب المتعلم المثقف، يعني في دكاتره تلعب عصايه. في مؤهلات عليا دلوقتي يجي يقول لك علمني العصايه. لان هي لعبه رجوله طبعا، وفيها يعني ممكن الواحد يدافع عن نفسه. لكن هل المباريات الايام دي ما تتلعب بقوه، ولا ان هو ما يمسش اللاعب؟ لا، هو دلوقتي يعني بيبقى كان زمان يجي بتاع سوهاج انا ما اعرفوش. وانا اروح سوهاج ما يعرفنيش. فكان اللعب سجال. تمام. لكن دلوقتي يعني عرفني وعرفني، وكل عندي وكلت عنده وعمل واجب معي. بقت يعني فيها نوع من من الخشع او من الاحترام الزايد يعني، زي كده. جميل. اعزائي المشاهدين، قبل التصوير طلب مني الاستاذ القدير الاستاذ مهدي، اللي هو اصلا الاستاذ سيد لكن الشهرة عندنا مهدي العابد. مهدي طلب مني ان هو يتصور مع احفاده، فاحنا هنجيب احفاده على اساس يتصوروا معاه، لانه ده تاريخ. ماشي. عندك مخشوع. خليك هنا، استنى محمد، خليك هنا. استاذ سيد، بصفتك انت ما قلت ان توارثت هذه اللعبه عن الحاج ابو النجاه، وحاليا هل من ابنائك واحفادك تتمنى يعني ان هو ما يلعب وتتمنى يكون لاعب حتى تستمر المسيره؟ هو من ابنائي دلوقتي فؤاد،
الاستاذ محمد جمال. ده ولد اخوي. ايوه. واتمنى الحفيد اللي طالع ده يلعب يعني عصاية. تتمنى احمد فؤاد ان هو يكون لاعب ان يكون لاعب. اي نعم. نصيحتك ايه لجيل الشباب اللي لسه ما تعلمش العصايه وتتمنى ان هو يعني ان يكون عنده هذه الموهبه؟ انا اتمنى يعني من الشباب انه يتعلم هذه اللعبه الرجوليه المحترمه، لان هي بتديك برضه ايه دايره معارف كبيره. جميل، دايره معارف. ايوه اعزائي المشاهدين، زي ما قال الاستاذ سيد، فعلا انا كباحث حاليا في مجال فن التحطيب ويعني عن اعلام التحطيب، ادتني مجال فعلا للتعارف، ولولاها انا ما كنت جيت هنا. بالضبط 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 بالضبط. هتضيف حاجه ثانيه يا استاذ سيد؟ لا شكرا. اعزائي المشاهدين، شكرا لكم على هذا اللقاء الممتع عن فن التحطيب والاستاذ سيد فؤاد محمود الشيخ. احنا هنا من جزيره دندره، وهو اراد ان يتصور مع الاحفاد. بكره وبعده هؤلاء حيكون هم من يمارسون لعبه التحطيب امتدادا لجيل ابو النجاه وجيل عم سيد والاستاذ عبد المريد وجيل بيت الشيخ كله. شكرا لكم والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله.